السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هنعمل فيه المراجعه دي بسيطه ان شاء الله. هتكون عن المالتيميتر اللي حضرتك شايفه ده. طبعا المالتيميتر اللي حضرتك شايفه ده الى حد ما اقتصادي، بمعنى ان مثلا في مالتيميتر بيكون طبعا سعره غالي جدا. يعني مثلا عندك افو زي اللي هو فلوك، ده طبعا بتكون الفئة السعرية بتاعته عالية، يعني ممكن تلاقيه معدي 2000 جنيه عادي ما تستغربش. انما اللي قدامنا ده يعني حاجة على قد الايد. طب هنعمل بس مراجعة عليه كده ونقول مميزاته وعيوبه. طبعا هبدأ بالمميزات. طبعا المميزات أول حاجة هي السعر. تاني حاجة اللي هي الاستخدامات بتاعته كتيرة، يعني الاوبشنز بتاعته تكاد تكون يعني واضحة شوية. يعني في افو ممكن تشتريه مثلا ممكن يعمله 60 جنيه 50 جنيه، بس بتيجي تشتغل بيه بتلاقي الدنيا فيه بايظة خالص، يعني بتحس ان انت شغال بحاجة اقل من الارقام اللي حضرتك شايفها دي كلها. تمام. تالت حاجة معانا اللي عجبتني برضو ان الافو ده فيه موجود جوه منه فيوز. طبعا الفيوز ده لو لا قدر الله حصل اي مشكلة تقدر ان حضرتك تستبدل الفيوز ده بكل سهولة، على عكس مثلا الافو اللي هوريهولك دلوقتي ده. طبعا الافو اللي حضرتك شايفه ده مش موجود جوه منه فيوز بشكل محترم، بمعنى ان الفيوز بيلت ان يعني ملحومة على البوردة من جوه، فبالتالي مش هتقدر انك تستبدلها بسهولة يعني. انما التاني يعني في فريمات للفيوز، يعني حاجة محترمة. تمام. تالت ميزة معانا وهي طبعا ان الشاشة لايت زي ما حضرتك شايفها كده، ودي كويسة. العيوب بقى يا سيدي، اول يعني هي حاجة تعتبر مميزات وعيوب في نفس الوقت. وهي المميزات طبعا زي ما حضرتك شايف كده، دي كانت بلاستيكة. البلاستيكة دي كانت بتتحرك بمجرد ما تلف البكر ده على الوضع الصحيح اللي المفروض حضرتك تشتغل عليه، بمعنى ان لو حضرتك مثلا بتقيس فولت كانت هي تلقائي بتقفل لك الفتحة اللي هي بتاعة الملي امبير والامبير، يعني بتقفلهم لك كده وتخلي لك دي المفتوحة ودي المفتوحة بحيث ان حضرتك تشتغل عليه. لو جيت برضو انك مثلا على اللي هو الاوم او الامبير، مثلا جيت انك تقيس امبير بتلاقيها مثلا قفلت لك لو بتقيس امبير عادي صريح بتلاقيها قفلت لك الاتنين اللي هم في النص دول وفتحت لك ده وده. تمام. بس عيبها طبعا، يعني انا عملتها كذا مره. عيبها طبعا ان دي بتتكسر معاك، يعني انا شايف ان دي يعني ضعيفه قوي، يعني مع لفة البقرة وكده بتبتدي انها تتكسر معاك، فعشان كده انا لغيتها خالص. بس هي تعتبر ميزة وعيب في نفس الوقت. كمان في عيب وهو انا لاحظته بصراحة في الابو ده، ان زرار الباور ده انا مش عارف ده يعني مع هيسمع مع الكل ولا لا. زرار الباور ده انا لاحظت ان مثلا مش عملي، يفهمني يعني مش بدرجة كافية. تمام. وفي عيب كمان برضو لاحظته في الابوميتر ده، ان البطارية لما حضرتك بتفصلها وتسيب الحجر فيه، طبعا الحجر بيخلص بسرعة، ودي عن تجربة بقى، لان انا جربت ان انا مثلا اعزل الحجر اشيله خالص كده لما اخلص بيه شغل وابدأ ان انا احتفظ بيه مثلا بعيد، لقيت ان الحجر طبعا بيعيش معاك فترة اطول، على عكس مثلا ما بتشوفه متركب على طول في الافو زي ما حضرتك شايفه كده. طبعا نسينا بس نقول ميزة، وهي ان الابو ده ليه كفر، بمعنى ان حضرتك ممكن تشيله خالص كده، عامل زي الجراب بتاع الموبايل بالظبط، ممكن ان حضرتك تشيله كده وخلاص. بس طبعا الكفر ده يعني لو وقع منك حلو في الصدمات والخبطات دي كلها. طبعا ده فيديو كان بسيط كده حبينا ان نشاركه معاكم، اتمنى طبعا انه يكون عجبكم، وطبعا كالعادة حابب ان اوصيكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم الفيديوهات اول باول. وشكرا ليكم على المشاهدة.